يا خالو. يا حبيبي. انا داخل البنك اهو افتح حساب. جري ايه؟ حساب لجرحي. انت نسيت اسم ابن اختك يا خالو. ايه جري وتوفير ده يا خالو؟ ما هو كله حساب يا خالو في الاخر. خلاص يا خالو بالهداوه، مش لازم شتيمه يا خالو. عيب يا خالو، دي اختك عيب. طب يا خالو انا هخش اسال وبقول لك. حاضر حاضر يا خالو، مع السلامه. ايه جري وتوفير ده؟ انا اسمي احمد الجرحي، وبنك اسكندريه جايبني عشان افهمكم المصطلحات البنكيه. اللي بتوع بنك اسكندريه ما يعرفوش ان انا بخش البنك ببقى تايه وبقول يا غربتي، فاحنا مع بعض نحاول نفهم بعض المصطلحات البنكيه عشان اخوكوا على الاقساط. طب انت لو معاكي فلوس كويس هتروحي البنك، هتفتح حساب جاري ولا حساب توفير؟ توفير. هعمل جاري. الاثنين. جاري. جاري ليه؟ عشان هو قال جاري. والله انا معاك كلام كتير قوي. حساب توفير. جاري. حساب جاري. انا ليه؟ يا راجل ده حساب توفير. والله انت لو حضرتك عندك فلوس هات انا هحوشها لك. جاري ده انا اصحى منه، وتوفير ده انا بشيلهم يعني. انا اصلا ميديا. فاهم انت ازاي؟ يعني انت اصلا ميديا. فني فوتوشوب. جاري اسرع. الجاري اصلا هو شكله اسود. والتوفير لا ابطا بقى. الجاري هيديني فايدة أكتر من التوفير. الجاري بيبقى يا اما معهوش فايده يا اما فايدته صغيره قوي. التوفير بيبقى عليه فايده. حساب الجاري دوت ما بيستحقش برضه فايده، وبتقدر تسحب منه في اي وقت. انا بدور على الفايده اللي فيه فايده اكتر. أنا ما أعرفش جاري يعني إيه، بس توفيري اتس لايك توفيري. اتس لايك توفير. بص يا ريس، باختصار كده حساب التوفير واضح من اسمه توفير، يعني المبدأ الأساسي إنه بيساعدك على التحويش. هو حساب بتودع فيه فلوسك وفي المقابل بينزل لك عليه عائد كل شهر، 3 شهور أو 6 شهور. طب يعني إيه عائد وبتتحسب إزاي؟ أقول لك أنا. أولاً العائد ده بكل بساطة هو العائد اللي بيجي لك من فلوسك اللي أنت حطيتها في البنك. يعني لو أنت حطيت 10,000 جنيه وسبتهم لمدة شهر هينزل لك عائد آخر الشهر على المبلغ. حساب كده من الآخر بيعودنا نلم إيدينا وما نصرفش غير في الحاجات المفيدة. حوش اكتر العائد يكبر. نيجي بقى للحساب الجاري. ده حساب ما بينزلش عليه عائد او ممكن ينزل عليه عائد اقل، بس يعتبر الحساب المثالي للافراد اللي بيسحبوا ويودعوا كتير على مدار الشهر. وطبعا ده الحساب المفضل للشركات والافراد اللي بيحتاجوا دفتر شيكات في تعاملاتهم. عرفت بقى الفرق ما بين الاثنين؟ اقولها لك انا تاني. حساب التوفير تحوش فيه وعليه عوائد. الحساب الجاري لو تعاملاتك كتير ومحتاج دفتر شيكات وعاده ما بيكونش عليه عائد او العائد اقل. تابعونا واعرفوا مصطلحات بنكيه اكتر في برنامج اسال الخبير مع بنك اسكندريه. ولو عندك اي اسئله اكتبها تحت في الكومنتس واحنا هنجاوبك عليها. ولاي استفسارات زور موقعنا او اتصل بينا على السلام عليكم.